السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ شيماء إبراهيم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الشاورما السوري بطريقة سهلة وجميلة، طعم خطير والفراخ جوسي وحاجة كده جميلة جدا. نشوف مع بعض الخطوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ شيماء إبراهيم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض شاورما سوري. يلا نشوف المقادير، نقول بسم الله ونصلي على حبيب الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا بنستعين بضحى النهارده لان ضحى بصراحه شاطره جدا جدا فيها. فيلا نشوف مقاديرك ايه يا ابو ضحى. قول مقادير يا زين. قولي المقادير. معانا علبه زبادي حطيتها في البوله الكبيره دي. تحطي ايه يا ضحى بعد اذنك؟ مش عايزه تتكلمي. وزيت نص كوبايه من زيت الزيتون، لازم زيت زيتون بيطريها وبخليها رائعه. وده دبس الرمان، لا صويا صوص، ربع كوبايه صويا صوص، ومعلقه كبيره من ايه؟ صلصه. من الصلصه، الصلصه او الكاتشب. طبعا معايا صدور فراخ بانيه قطعتها رفيع على حرف السكينه، وقبل ما اقطعها غسلتها بمعلقه من الطحينه وليمونه. يعني كفايه قوي ده، مش لازم محلول لان هي مش فراخ كامله عشان نقعدها في محلول، يعني ما نبالغش في الغسيل بتاعها. ونقلب بقى كل المكونات بتاعتنا مع بعض. ده بقى دبس الرمان، هي معتمده على السوائل والزبادي وزيت الزيتون، بنقلها في حته تانية فعلا يعني. ومعلقتين كبار من الخل، وعسل ابيض، معلقه عسل ابيض كبيره. مبحبش احطه في حاجه بس هي حطته، يعني هي اللي بتعمل بقى، ماليش فيه. البهارات الناشفه بقى بتاعتنا، ملح وفلفل اسود، ورق لوري، حبهان، معلقه كبيره كاري، وايه تاني يا ضحى؟ وبابريكا وكزبره. يعني اي توابل انت بتحبيها وروايح بتحبيها هتحطيها. وشويه ليمون. وليمون، حبه صغيرين من الليمون اللي هو اسمه ايه؟ مش عارفه اسمه ايه. ليمون. ماشي. نقلب بقى كل المكونات دي كده بالشكل ده، ونحط الفراخ بتاعتنا في الخليط ده. طبعا الفراخ براحتك بقى، عايزه تسيبيها عندك وقت هتسيبيها وقت كبير مفيش مشكله. بعدها بنص ساعه على طول او ساعه زي ما احنا هنعمل كده عادي جدا يعني. بس النتيجه بجد رائعه، من احلى الشاورمات اللي عملناها. تحفه 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 يعني. نمزجه كده مع بعضه ونبتدي بقى ننزل بالفراخ. نحط الفراخ بالشكل ده كده ونقلبها حلو بايدينا بقى، يعني عشان نضمن ان كل قطعه من الشاورما فيها التتبيله بتاعتنا وكده يعني. مش عايزه تضيفي حاجه يا فريده؟ بما ان ماما بتتكلمش، تقولي انت اي حاجه حضرتك في القناه. قولي لنا اي حاجه. شطوره. قولي لمامتك شطوره يا مامي. شطوره يا مامي. شكرا يا زنزونه. بتعملي جوس؟ لا مش جوس خالص. بالجوز خالص كده. بسم الله ما شاء الله. والله سبتها اكتر من ساعتين يا جماعه، ولو عملناها قبلها بيوم يا سلام، وتحطها في التلاجة يبقى احلى واحلى. نجيب بقى صينيه واسعه كده، نبتدي بقى ننزل فيها الشاورما بتاعتنا كلها. نحاول نفردها كده، ما نخليهاش على بعضها، عشان نضمن ان هي كلها مستويه، كلها شاربه من الحاجات الحلوه اللي احنا نقعينها فيها بالشكل ده كده. وعلى فرن عالي بقى نحطها في الفرن. ما بتاخدش يعني نص ساعه، وممكن اقل من النص ساعه. حاضر يا ديدا. بالشكل ده كده، ونزقها بقى في الفرن وعلى البركه. هنقول بسم الله ونعمل العيش بتاع الشاورما بتاعتنا. العيش الشامي ده اللي هو الخفيف ده هنجيبه نعمل فيه ايه سيادتك؟ هنقول بسم الله كده، ونجيب السمنه بتاعتنا وادهن الرغيف بالشكل ده كده. انا عايزه احمصه واقطعه بالشكل الجميل اللي انتوا بتشوفوه كده، ونضمن ان كله عليه ماده دهنيه بالشكل ده كده. ادي الرغيف التالت
المقص بتاعنا، المقص كده بالشكل ده كده، عشان الوجبة بتاعتنا تبقى كاملة متكاملة. نعمل بقى مثلثات اي شكل بقى انت حابه، بصراحة انا حابة المثلثات بالشكل ده كده. كل كمية العيش اللي انت عاوزاها يطلع شكله شيك قوي على فكرة. برضو الحرف عادي جدا اهو بالشكل ده كده. كل الكمية بقى بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. تقعدي تقلبي فيه بعدتين كده عشان تضمني ان كل حاجة ايه تتحمر معاكي. ايدك معاه وما تسيبوش وتمشي عشان ما يتلسعش زي ما انا سبته واتلسع. ما تسيبوش وتمشي يا بابا. كده العيش بتاعنا جاهز. وادي الرز بتاعنا. بصوا الرز بتاع الشاورما بقى ما شاء الله خطير. بصلة، شوية زيت، حبهان، ورق لوري، عود قرفة صغير، ونص كاري، ونص كركم، وملح وفلفل، وتاكلي احلى رز. المفروض رز بسمتي بس المصري مش هيقول لا يعني، مفيش فيه مشكله. كده ايه الاكله بتاعتنا جاهزه. الصينيه القمر بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طلعت من الفرن متحمره وجوسي. هنا الاطفال داقوا وقالوا كويسه جدا جدا. المصور برضو بيدوق. خد يا مصور. وقال ان هي كويسه. يلا بقى نعمل الطبق بتاعنا ونشوف هنرصه ازاي. الرز بتاعنا ما شاء الله استوى وزي الفل. نقول بسم الله. رايحه فين يا حاجه؟ هتصوري؟ الحاجه هتصور معاكم يا جماعه بالشكل ده كده. نحط الرز، طبقه الرز اللي يلاقي حبهان يشيله يا جماعه عشان الحركات دي مش تمام. بسم الله. بتعملي ايه دي؟ ده بتصوري ولا بتاكلي؟ انت دقتي الشاورما عجبتك؟ طيب ما قلتليش ليه في القناه ان هي جميله؟ قولي لي تحفه تحفه. يلا تحفة. ما عدتش بتقولي لي تحفه انت خالص. تحفة. هتقولي؟ أيوة. طب اوكي بالشكل ده كده. نرصينا الرز. اوعي يا ابله فريده. الشاورما الجميله بتاعتنا نبتدي نحطها كده على الوش. بسم الله. حلوه؟ هوت. امال ايه؟ بسم الله. حلوه يا ديدا بالشكل ده كده. كانت عايزه طبق اوسع كمان ولا ايه؟ لو سمحتي يا ابله ديدا، لو سمحتي. العيش المحمص بتاعنا عيش قمر كده. بسم الله. نعمله بالشكل ده كده. ده صوص الزبادي بالطحينه. زبادي بس بنكتر الزبادي بقى فيه، يعني الطحينه العاديه بتاعتنا اللي احنا بنعملها بس نحط زبادي كتير. حط علبتين من الزبادي على الطحينه بالشكل ده كده. تبتدي بقى تحطي. لو سمحتي يا ديدا بنتعبك والله العظيم احنا بنتعبك جامد. صوص كده من الطحينه على العيش، او تسيبيه بره للي عاوز يحط عشان ما يزهقوناش. والمكسرات بتاعتنا حمرناها نبتدي نحطها على الوش بالشكل ده كده. وبألف هنا يا جماعه. يلا تعالوا اتفضلوا عندنا. دي كانت الشاورما خطيره سوري.